بزاف نتاع الناس عندهم العقل وعارفين كيفاش يسيروا حياتهم ويعيشوا بسلام به، وبزاف نتاع الناس هذاك العقل غير متقلين به وما دايرين به حتى شي حاجه، وعايشين حياتهم في مشاكل وفي عذاب. بقل تعقلهم كيديو راسهم لواحد الطريق اللي كتكون مأساويه. هادشي اللي وقع للضحيه نتاع اليوم. قضيه اليوم مغربيه 100%. حنان بنت واحد الاسره اللي جد بسيطه، متكونه من 4 نتاع الخوت وام واب، كانوا خدامين على قدهم. الاب ديالها توفى خلاهم في ديور الكرا، كانوا كيتعاونوا على الكرا ويخليوا الام ديالهم عايشه كيف ما كانت عايشه مع الاب ديالهم. حنان كانت خدامه في مخبزه، اما خوتها كل واحد فين كان خدام، يعني خدامين خدمه على قد حالهم، ما كانوش قارين شي قرايه اللي شي واحد فيهم غادي يتوظف او لا غادي يخدم شي خدمه اللي غادي تهزهم وتطلع المستوى ديالهم. كانوا كيف ما قلت لكم خدامين خدمه على قدهم. هاد حنان كانت دائما كتسعى على انها تعيش حياه من غير الحياه اللي عايشه فيها مع والديها. هو مزيان الانسان يحلم، ولكن يعرف كيفاش يطبق داك الحلم. حنان كانت كتحلم على انها تعيش في الحياه من غير الحياه اللي عايشه مع والديها، ولكن في الزواج فقط. ما كانتش كتحاول على انها تطور من راسها، على انها مثلا داك المخبزه اللي خدامه فيها تعلم داك الحرفه اللي هي فيها ودير محل ديالها واخا يكون غير صغير، وتبدا بالكليان وبالنقه وبالتاويل وبالهضره زوينه وتكسب كليان، وشويه بشويه بدرجه بدرجه كيف ما كيقولوا حتى غادي توصل. لا، كانت كتفكر على انها تخدم نهارها وتمشي لدارها وتفكر في الزواج اللي غادي ينتقدها من هذه الحياه. وبدات كتفكر اليوم غدا، حتى تلاقات بواحد السيد. هاد السيد هذا كان لباس، عنده طوموبيل، عايش مزيان. كانت كتشوف مبدئيا على انه حالته ميسوره وغادي تعيش معاه مزيان. ربطات معاه علاقه وبدات كتكسبوا ليها، بدات كتلبس مزيان وكتميكج، حتى قدرات على انها تخليه يبغيها. وبالفعل بغاها وطلب منها الزواج. هي في الاول ما كانتش عارفه فين خدام، كانت دائما كتقول له فين خدام، تيقول لها خدام اعمال حره. المهم النهار اللي طلب منها الزواج قالت له من الضروري نعرفك فاش خدام. قال لها شوفي، انا كنخدم في البيع والشراء، كنهز السلعه بالجمله وكنبيعها للحوانت، ما عندي محل، ما عندي حتى شي حاجه. هاد الطوموبيل كنهز فيها السلعه وكنبيع، والحمد لله ربي كي يدخل ربح زوين. وراكي غتعيشي معايا معززه مكرمه، ما خصك حتى شي خير، دارك بوحديتك، حياه مستقله وعندك مصروفك من السيمانه للسيمانه، وما عندي ما ندير حتى بداك الخدمه اللي راكي خدامها، ومن الشهر للشهر غادي نعطيك شي بركه وسيري عاوني الام ديالك وشوفيها. حنان فرحات بزاف وقالت هذه هي الحياه اللي كنت كنحلم بها دائما. وهنا تغيرات حياه وتزوجت وعاشت مع هذا السيد هذا، عاشت حياه سعيده. وكيف ما كنعرفوا بان في الاول نتاع الزواج كيكون كله سعاده. المهم كلات وشربات وتسالات وسافرات وداكشي اللي كانت كتحلم به كله دارته. لبسات مزيان، المكياج، كل شيء كان عندها وما كان خاصها حتى شي خير. وعاشت مع هذا السيد هذا كيف ما قلنا المده نتاع 6 شهور. من بعد ولات كتلاحظ على ان راجلها ما بقاش تيجي بالليل، ولا كيجي في الصباح وكينعس. ملي كدير 4 د العشيه كيخرج يضرب دوره ويشرب قهوه ويجي ويولي يخرج من 9 ونص ولا 10 وما كيجي حتى ل 6 نتاع الصباح. ملي سولاتو قال لها شوفي راه الخدمه تقلبات وراني وليت كنفرق السلعه بالليل. هنا حنان ما صابت ما تقول له، لان الخدمه هذه ما يمكنلهاش تقول له جلس من الخدمه، وهذيك الخدمه هي اللي عايشه في الحياه اللي كانت كتحلم بها دائما. حتى لواحد النهار كتفاجئ بان البوليس جاو كيدقوا عليها في الصباح، كيدقوا واحد الدقه اللي كان مجهد بزاف. قالت شكون؟ ها البوليس. حلت لهم الباب، دخلوا وبداو كيقلبوا في الدار كامله. راجلها كان مازال ناعس وبطبيعه الحال غادي يفيق، فاق وجلس وبقى غير كيشوف. من يقلبوا الدار كيتصيبوا على ان عنده واحد الشاكوش اللي كان عامر بالحشيش، وبداو تيقلبوا وصابوا في بلاصه واحده اخرى شاكوش صغير اللي كان عامر حتى هو بالحشيش. حنان هنا تفاجات وبدات تقول لراجلها شنو هذا الشيء، كيقول لها هذا الشيء اللي عطى الله. وتفاجات بان راجلها كان خدام في الممنوعات،
داوها هي وراجلها لمركز الشرطه وبداو كيبحثوا معاهم. راجلها برئها وقال لهم مراتي ما كتعرف حتى شي حاجه وما عارفه عليا حتى شي حاجه، وحتى هي بدات كتحلف وتعاود وتقول لهم بانني ما عارفه حتى شي حاجه، انا اللي عارفه بانه كان خدام كيشري السلعه وكيفرقها على الحوانت، يعني كيشري الجمله وكيفرقها على الحوانت، هادشي اللي كنت عارفه. ومنين تيقنوا بان حياه ما عندها حتى شي دخل في هذه القضيه خرجوها وتم الحكم على راجلها لمده نتاع 6 سنين. وهنا حياة غادي ترجع عند الام ديالها وعند خوتها، ولكن ملي رجعات صابت بلاصتها عمرات لان خوتها ما عجبهمش الحال ترجع بداك الطريقه، خصوصا انها فاش تزوجات كانت نفخات عليهم شويه، كانت ما كتبغيش تجلس معاهم، كانت ما كتبغيش تهضر معاهم، وكانت بحال اللي تبرأت منهم. وهنا جا الدور ديالهم على انهم يردوا لها الصرف، وبداو كيتعاملوا معها شويه ناقص. داك شويه ولا كيتزاد مره حتى ولا بزاف، والام ديالها كانت كتقول لهم لا تعاملوا معها مزيان، اختكم غلطات، ولكن والو خوتها ما بغاوش يتعاملوا معها مزيان، ولاو كيحاسبوها علاش دخلتي علاش خرجتي، حطي مصروفك عاوني ديري فعلي. بدات تتقلب على خدمه، ومني قلبات على خدمه وصابت رجعت لنفس المخبزه اللي كنت خدامه فيها. هضرت مع امها وقالت لها امي غادي نقلب على شي سكنه على قدي وغادي نخرج من الدار. عيات امها تقول لها لا هاد الدار حنا مجموعين فيها وجلسي، قالت لها لا والو غادي نمشي وغادي نخرج ونكري. وداكشي ما كان، خرجت حنان كرات جلست مع راسها بوحديتها وبدات خدامه على راسها وكتجي المحل ديالها، ولكن كانت دائما كتفكر راجلها وكتحاول ما امكن على انها دير وقفه الحبس، ولكن تغلبات بالمصروف. هادشي اللي خلاها على انها تفكر واحد التفكير عوج، وبدات كتفكر على انها تبدا تدبر في الخدمه نتاع الليل. ولكن هي راه ما كانت كتعرف حتى شي حاجه على هاد الخدمه هادي. هادشي اللي خلاها على انها تمشي عند واحد البنت اللي كانت كتعرفها كتخدم هاد الخدمه هادي، وتبدا تسولها وتبحثها وتقول لها حتى انا باغا نخدم بحال الخدمه ديالك. مشات عندها هاد البنت استقبلاتها وقالت لها مليون الف مرحبا، وراتها كيفاش دير تلبس، كيفاش دير المكياج، البلايص فين توقف، البلايص فين تمشي. واكثر حاجه فرحات بها هي انها وراتها واحد السيده اللي كانت وسيطه ما بينها وبين الرجال اللي كيبغيو يقصروا. وهاد السيده كانت الاسم ديالها فاطمه. عيطات لها وتلاقات بها، شافتها فاطمه وعجباتها وقالت لها مازال صغيره وهذا النوع ديالك هو اللي كيبغيوه الرجال في هاد الوقيته. وبدات كتدبر لها على كليان الدار ديالها بوحديتها. ملي كيكون شي واحد ما عندوش البلاصه فين غادي يمشي كان كيجي للدار ديالها، وملي كيكون شي واحد عنده الدار كانت كتمشي معاه. ولات فاطمه محترفه في هذا المجال، مخلصه الكرا ديالها، خدامه على راسها، عايشه حياه مزيانه وكتدي القفه لراجلها. حتى لواحد النهار فاطمه كتعيط للحياه وكتقول لها واحد السيد عندي وباغي يعطي فلوس كثيره البنت اللي غادي توافق على الطلب ديالو. قالت لها ياك لاباس اين طلب باغي يطلب هذا السيد هذا؟ قالت لها هذا السيد هذا باغي يمشي مع جوج البنات في ليله واحده، غادي يدفع الثمن اللي بغيتي وغيتهلا فيكم وغدوزوا ليله زوينه، ولكن راه ما عندوش البلاصه فين غادي يمشي. ودابا الا كان ممكن الدار ديالك وشوفي البنت اللي غادي ترتاحي لها ودوزوا هاد الليله وراكي غتربحي مزيان. حياه قالت لها ما عنديش مشكل، غادي نشوف صاحبتي اللي النهار الاول لقاتني بيك، الا كانت موافقه ماشي مشكل. عيطات لصاحبتها وهضرات معاها وتفاهموا واتفقوا وقالوا ماشي مشكل غادي ندوزوا الليله وغادي نشبعوا فلوس. تفاهموا مع فاطمه وقالوا لها كوني هانيه الليله الفلانيه غادي نكونوا واجدين. هضرات فاطمه مع السيد ولقاتهم به، دوزوا داك الليله. بداوها بطبيعه الحال بالسكره وبداوها بالممنوعات ودوزوا الليله كيف ما كان باغي السيد. لكن من بعد حياه وصاحبتها طمعوا، هو عطاهم داكشي اللي كانوا باغيين وزادهم عليه، ولكن هما طمعوا لانه كان هز فلوس كثيره في واحد الشوينطه معاه. طمعوا في 2 المليون كانت مازالالو، هزوها وخبعوها. ملي سالا السيد وبدا كيلبس حوايجو بدا تيقلب على حوايجو على فلوسو، ما صابهاش. واول وحدين تهمهم هما، بدا تيقول لهم فين فلوسي، واش ما قنعتوش بداكشي اللي شديتو، لان عطى لكل وحده فيهم 1 مليون وعاد دور معاهم ب1000 درهم.
لهم واش ما قنعتوش بداكشي اللي ديتو، واش ما عجبكمش الحال، قولوا لي انا نزيدكم، ولكن بهذه الطريقه ما غاديش يعجبني الحال. قالوا له حنا ما هزينا حتى شي حاجه. منين كذبوا عليه وقالوا له ما هزينا حتى شي حاجه، هنا السيد بدا كيتلون وبدا كيتعصب وبدا كيغوت وكيقول الهضره اللي ما خصهاش تقال. ملي بداو كيقول لهم الهضره اللي ما خصهاش تقال، تجمعوا عليه بجوج وبداو تيضربوه. هنا حس هذا الرجل الاعمال اللي غني ولاباس عليه وشخصيه، حس براسو بانه بحال اللي تهان وما قبلهاش على راسو على شخصيته، وبدا كيضرب فيهم. حتى هو بدا كيضرب فيهم، ولكن ما قنعاتوش يديه، ودار للطبله، صاب واحد الموس تما كاينه، هزو بدا كيضرب فيهم بلا رحمه وبلا شفقه. جابهم بجوج جثث هامده، خلاهم بجوج وخرج وما عرف راسو لا واش شد الباب ولا ما شدهاش. هز طوموبيلته ومشى بحالاته. دوزو تقريبا لمده نتاع 4 ايام، والحيفين كانت ساكنه حياه حي شعبي، وبداو الناس كيشموا الريحه اللي كانت خايبه بزاف. عيطوا للشرطه، جات في البلاصه. اول ما هرسوا الباب ودخلوا، كيتفاجئوا بانهم كيصيبوا جوج نتاع الجثث. كيفاش هاد الجثث وكيفاش وقع لهم وشنو خلاهم يوصلوا لهذا المصير هذا؟ الشرطه هنا بدات البحث باش توصل للحقيقه. تعرفوا على الجثث، تعرفوا على العائلات ديالهم، مشاو عند العائله الحياه وخوتها، مشاو عند العائله نتاع راجلها وخوتو. كانوا كيقولوا اما خوتها بغاو ينتقموا منها لانها خرجت الطريق، اولا خوتو اكتشفوا على انها كتخون خوهم وتصفوها لها. ولكن هاد الطريقه هذه ما داتهم حتى شي نتيجه. اما صاحبتها مشاو عند خوتها حتى هي وما صابوا حتى شي نتيجه. هادشي اللي خلاهم على انهم يدوزوا للخبره نتاع الهاتف. واول ما دازوا للخبره نتاع الهاتف كيصيبوا على ان اخر رقم اتصل بحياه وهو فاطمه. فاطمه اول ما طلع لهم في السيستم عرفوها بانها دايزه عندهم ومعاوده بالتهمه نتاع الوساطه. عيطوا لها وبداو كيبحثوا معها. فاطمه شنو هاد الشيء؟ قالت لهم انا ما عارفه حتى شي حاجه. ما كتعرفيش هاد البنات؟ قالت لهم لا، ما كنعرفهم وما عمرني ما شفتهم. وهما يفاجئوها، فاطمه هاد البنات هادو راه ماشي قضيه نتاع الوساطه، هاد القضيه راه فيها جريمه قتل، اما غادي تهضري واما غادي تغرقي. هنا فاطمه ملي سمعت راسها على انها قضيه قتل لان ما كانت عارفه حتى شي حاجه، هنا بدات كتعترف وقالت لهم السيد الفلان الفلاني رجل الاعمال المعروف الغني في البلاد واللي كيعرفوه بزاف نتاع الناس، هاش نطلب مني وهاش نطلب مني. وانا اللي عيطت له وعيطت لهاد جوج بنات باش يتلاقاو به في الدار نتاع حياه، لانه ما كانش عنده شي بلاصه فين غادي يمشي. عيطوا لهاد السيد هذا وبداو كيستجوبوه. في الاول نكر، ولكن ملي زيروا معاه اعترف بالقضيه من الاول حتى التالي، كيفاش دخل معاهم، كيفاش دوز معاهم الليله، وكيفاش سرقوه وكيفاش استفزوه وخلاهم على انه يدير داك الجريمه اللي كانت صادمه. وتم الحكم عليه بالمؤبد. اما فاطمه فتم الحكم عليها لمده نتاع عام ونص. حياة كانت باغا تغير من الحياة ديالها ومشات للطريق السهلة وطريق الحرام، ودائما طريق الحرام راه ما كتوصلش. إلا وصلتوا معايا لهاد النقطة فهذه هي النهاية نتاع القضية اليوم. نتمنى من الله على أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. شكرا بزاف لكل واحد وصل معايا لهاد النقطة. ما تنسونيش من الاشتراك ديالكم ومن لي لايك زوينة اللي كتفرحني وكتفرح قلبي. الله يرحم لكم الوالدين والهلا يخطيكم عليا. شكرا بزاف، حتى القضية الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.